مفاهيم خاطئة في تشريس الكلاب. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. كل واحد مربي كلب حراسة بيزعل قوي لو الكلب بقى جبان، وبيتمنى ان كلبه يكون شرس وبينفذ اوامر الهجوم بدون خوف. لكن للأسف في اساليب غلط بيتبعها بعض الناس، مجرد اساطير غلط جدا، وللأسف في بعض المدربين بيعملها او بينصح ان الحاجات دي تتعمل، بالرغم ان بعضها قد يؤدي الى نتائج عكسية او يؤدي الى تشوه شخصية الكلب. ومن الاساليب دي: 1. قص ذيل وأذن الكلب ليصبح أكثر شراسة. الموضوع ده ملوش أي صلة من قريب أو بعيد بشخصية الكلب، كان بيتعمل زمان لأهداف معينة، زي إن ديل الروتفايلر كان بيخبط في اللحم لما كان بيجر عربيات لحم الجزارين، أو أذن الدوبرمان تعيقه في الصيد. لكن دلوقتي الكلام ده ولا له أي لازمة، لكن في ناس بتعملها كشكل جمالي، بالرغم إن نوادي الكلاب أصبحت لا تعترف بالكلب الذي يتم قص ذيله أو أذنه. 2. ضرب الكلب بعنف من أجل زيادة شراسته. في ناس بل ومدربين بيستخدموا الأسلوب ده، وأحب أقول إن ده بيكسر شخصية الكلب وبيكرهه في البشر بصفة عامة، ممكن يخليه كلب جبان وشخصيته ضعيفة بيهاجم فقط لأنه خايف. 3. حبس الكلب في غرفة مظلمة. أي كلام جدا، بل بالعكس، لو الكلب اتحبس فترة طويلة بيبقى جبان وهجومه بيبقى خوف بس، وفي كثير من الأحيان بيهاجم صاحبه. 4. تقديم الأكل الني للكلب. الصراحة هنا مش عارف مين صاحب الأسطورة الغريبة دي، بغض النظر عن أضرار الطعام الني إنه ممكن يكون ملوث، إيه دخل الأكل في الشخصية؟ طبعا ملوش أي لازمة. في النهاية يجب أن نقول أن في عوامل وراثة بتأثر في موضوع الشراسة وجراءة الكلب، وفي عوامل نفسية ومؤثرات سببها تصرف غلط عمله صاحب الكلب معاه وهو جاره، زي مثلا جه عضه بالراحة ضربه جامد وزعقله، وعايزه بعد كده يعض ازاي يعني؟ او ممكن الزعيق والضرب الكتير للكلب يكسر شخصيته. طب لو كلبي جبان، هل الموضوع ده له حل؟ الإجابة إن كل الحل كان بدري، كل ما يبقى أفضل يعني، وهو جرو أحسن من وهو كلب كبير. لكن واجب التنويه إن شخصية الكلب لا تكتمل قبل سن سنة، ولازم خلال السنة دي تدعم شخصية الكلب ببعض اللعب معاه، زي مثلا إنك تلعبه لعبة شد الحبل أو الفوطة وتخسر له، مش كل مرة طبعا تشجعه لو عمل حاجة كويسة. أما موضوع تشريس الكلب ده فما ينفعش صاحب الكلب يعمله، لازم حد غريب، ولازم يكون مدرب محترف، مش أي كلام طرق معينة يعملها المدربين. طب لو كلبك بيخاف من حاجة معينة تعمل ايه؟ اديله فرصة يستكشفها بنفسه، يشمها ويلمسها، وساعتها هينتهي الخوف ده تلقائي. طب لو الحاجة دي هي انه بيخاف من الناس، خرجه كتير يمشي وسط الناس بشرط ان محدش يلمسه او يحط ايده عليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.